جبنا كوب واحد من التلج، يعني تقريبا شي 10 حبات، وضفنا عليهم نص كوب من قهوة سريعة الذوبان، وأكيد ما زلنا مستمرين بالمقاطعة، وضفنا عليهم نص كوب من السكر، وحطيناهم بمحضرة الطعام أو بخلاط الشاف، مش كتير بتفرق. وبهذا الوقت اسمحوا لي صبايا أذكركم يا ريت ما تنسوا تنزلوا على التعليقات تصلوا على الرسول حتى أكسب أجر أنا وإنتو. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ونكمل. لو كان الخلاط اللي عندك ما بيخلط تلج، فأكيد بتقدري تستبدلي كوب التلج بنص كوب من المي، مش أكتر من هيك. ما تضيفي كوب، نص كوب كفاية. الكميات لازم تكون عندنا متساوية، نص كوب من قهوة سريعة الذوبان، نص كوب من السكر، ونص كوب من المي أو 10 قطع من الثلج. أنا رح أستخدمها على طول، ولكن لو حبيتي تحتفظي فيها بتحطيها بتبروير بالفريزر. قامت معنا عبالك هيك قهوة باردة، بتنزليها وبتاخدي منها معلقتين للكوب الواحد، وبتحطي عليها معلقتين من الكراميل إذا بتحبيه، وفيكي أكيد تستغني عنه. وبنضيف قطعة من الثلج، وكتروا ثلج يا جماعة، كتروا الدنيا شوب، ومش ناقصة هي أبدا. وبضيف الحليب البارد، وأكيد لو حبيتوا تعملوا نسكافيه ساخن بس بتحطوا معلقتين على الحليب الساخن. هيك بقدر أقول لكم ذوقوا واستمتعوا يا جماعة بأطيب طعم. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.